لو هختار طريقة واحدة بس للفراخ المشوية هختار الطريقة دي. الفراخ بتبقى طرية جدا وجوسي من جوه، وكمان واخدة لون جامد وخطير من بره زي ما انتم شايفين كده. لايك وشير للفيديو وتعالوا نعمل مع بعض اجمد فراخ مشوية في الفرن. هجيب الفراخ بتاعتي بعد ما اكون غسلتها كويس وحطيتها مدة كافية في محلول النقع بمناديل مطبخ بقى، وانشف الفراخ من فوق ومن الجناب ومن تحت، بحيث ان انا على قد ما اقدر ما اخليش فيه اي سوائل متبقية في الفراخ. وبخلة السنان او التوث بيك هبدأ اعمل فيها خرام، او ممكن تعملوا من جوه في اللحم فتحات بالسكينة علشان لما نحط الفراخ بتاعتنا في التتبيلة تشرب وتتنكه كويس قوي من ريحة وطعم التتبيلة. للتتبيلة بقى هجيب طبق يكون عميق او بولة وهحط فيه علبة رايب صغيرة، او ممكن نستبدل الرايب ونحط معلقتين من الزبادي وعليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الموجودة عندك، و6 فصوص من الثوم المفروم، عصير ليمون، وهنحط كمان عصير او مية البصل المبشورة. نجيب بصل نبشره وناخد المية بتاعته، وهحط حوالي ربع كوباية من زيت الزيتون، مش عندك ممكن تستبدليه بزيت نباتي عادي. والبهارات بتاعتنا ملح، بهارات مشكلة، بهارات فراخ، وبابريكا، وشوية من الكاري وفلفل أسمر. ونقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي ونخلطهم كويس قوي مع بعض، وهي دي التتبيلة بتاعتنا اللي هتدي الفراخ الطعم واللون وكل حاجة حلوة. نجيب الفراخ بتاعتنا في التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض، ونحاول ان احنا نتبل الفرخة او الفراخ بتاعتنا كويس قوي من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كمان، وحاولوا تعملوا كمان تحت الجلد فتحات بالسكينة في الصدر، وتبلوها كويس. وهنسيبها اقل حاجة 4 ساعات، ويفضل طبعا لو ليلة كاملة، يعني جهزيها من بالليل وتاني يوم تسويها. هجيب بقى الصينية اللي هي تدخل الفرن، احط فيها الفرخة بتاعتي اللي انا هسويها في الفرن، وبواقي التتبيلة هنغرقها كده ونحطها على الفراخ وفي قلب الصينية. ورقة بقى فويل وورقة زبدة، نحط ورقة الزبدة تحت وعليها ورقة الفويل، ونغطي الصينية كويس وندخلها على فرن ساخن أول ربع ساعة على درجة حرارة 220، وساعة إلا ربع على درجة حرارة 180. هتستوي وتطلع بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في آخر دقيقتين بنولع عليها الشواية علشان تاخد اللون التحفة اللي هي واخدة ده، وتاكلوا أحلى فراخ مشوية في البيت، طرية جدا جدا وجوسي من جوه، واخدة بقى اللون الشوي من بره، حاجة كده تفتح النفس. أتمنى طبعا تجربوا الطريقة، طريقة سهلة جدا، وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب أو اشتراك للقناة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في وصفات جديدة. مع السلامة.